السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي وحبايبي في كل مكان؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات وبحبكم في الله. انا النهارده جايه لكم في فيديو جديد. ده مش هقول عليها الاكله دي، مش هقول عليها اكله اخر الشهر، دي اكله الحبايب. طبعا عشان ما بتتعملش كتير فالناس بيهادوا بعضهم بيها، بيهادوا حبايبهم بيها. يلا بينا نشوف الطبق الحلو ده عملناه ازاي، طبق البصاره. بس ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه. ده عبارة عن نص كيلو فول نقعته حوالي ساعة كده، اللي هو الفول مدشوش أو فول متقشر. ودي عبارة عن ربطة واحدة مكونة من شبت وبقدونس وكزبرة وبصلاية كده متوسطة وكام فص توم. أول حاجة خدت الفول طبعا وهنحط عليه شوية مية كده ونسلقه. بعد ما طبعا طالما احنا نقعناه بيستوي معانا على طول. نحط عليه البصلة وشوية الخضرة طبعا. أكلة لذيذة جدا، جربوها، ما بتتعملش كتير. بنعملها مثلا مرة واحدة في السنة. أنا حطيت فص توم واحد بس عشان عندنا ما بيحبوش التوم الكتير. التوم ده حسب راحتك. والخضرة بتتقطع كده عشوائي. نحط المكونات دي كلها كده على بعضها زي ما انتوا شايفين. طبعا بيبقى ريحتها كده مالية البيت. لو انتي قاعدة بقى مع سلايفك ولا مع حماتك، طبعا لازم ايه، الناس كانت زمان بتهادي بعضها بطبق البصارة ده، وكانت احسن هدية طبعا. الناس ما بتعملهاش كتير لانها مكونة من الفول والناس كلها بتفطر فول وفلافل وطعمية وكده. يعني كل حين كده ما بيعملوا طبق البصارة ده في البيت، مع انه مغذي جدا والله ومفيد جدا. حطيت الميات على بعضها، حطيت عليها شوية مية هي كده برضو عشوائي كده. نحطها على النار ونسيبهم بقى ايه، ننساهم لغاية لما الفول ده ما يبانلوش اي معالم. كل المكونات دي تغلي بقى على النار كده وتستوي مع بعضها زي ما حضراتكم شايفين كده. تقلبيها بالخضرة بكله. ما تكتريش خضرة عن كده عشان ما تطلعش خضرة قوي، بيبقى لونها حلو كده زي ما شفتها في اول الفيديو. لون الخضار بتاعها بيبقى معقول. بتبقى خضرة كتيرة وتكتر عليها. في الناس بيحطوا عليها ملوخية ناشفة. لو حطيت عليها ملوخية ناشفة ما تحطيش الخضرة. ده لو انت ما عندكيش خضرة حطي ملوخية ناشفة، بس طبعا الخضرة بتديها طعم احسن. انما هتحطي خضرة مع ملوخية ناشفة هتبقى غامقة جدا ومش هتعرفي تاكليها. ابتدى الفول كده يدخل في السوا. انا سيبته لما اتهرى خالص. بعد كده هنجهز البصلة اللي بنحطها على وش البصارة على ما الفول كده يخش في السوا ويتهمك كده على النار. ده بصلة قطعتها كده شرايح وبرشة ملح بسيطة. وشوية دقيق كده عفرتها بيهم وحطيتها في الزيت اللي هو اللي قدامكم ده، زيت غزير شوية عشان تبقى معانا مقرمشة زي بصلة الكشري المصري. وطبعا ايدينا فيها كده وقلبتها زي ما انتوا شايفين. طبعا بعملها واسيبها عشان تبرد عشان اعرف ارصها على الاطباق. بقت بالشكل ده. ودي الفول بتاع البصارة اهو استوى معانا واتهرى خالص. انا بحاول اقول لكم كل حاجة بالتفصيل عشان الاكلة دي اتطلبت مني، وفي ناس ما بيعرفوش يعملوها وفي ناس بيعرفوا يعملوها. بس عشان اللي اول مرة بيشوف الفيديو ما بيعرفش يعملها يبقى عارف كل ايه، كل حاجة فيها. بعد كده ما بتبرد شوية بحطها في الخلاط واطحنها وتطلع بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي واللون الحلو ده. الملح بتاعها هي عبارة عن او التحديقة بتاعتها ملح وكمون بس. ممكن تحطي كزبرة ناشفة برضو لو انت حباها. بعد كده بعد ما بنقلب الملح بتاعها فيها بنرصها في الاطباق زي ما انتوا شايفين ونحط البصل كده عليها بالشكل والمنظر الحلو ده. واللي وصل معايا لحد هنا يا حبايبي يصلي على النبي كده ويحط لي لايك. ما تنسوش اللايك عشان اللايك هو اللي بيدفع الفيديو بالشكل الحلو ده. وهنحط عليها احلى حاجة بقى، هنرش عليها شوية سمسم. جربيها بشوية السمسم دول، جميلة جدا. بالسمسم بيديها طعم حلو خالص. ومع عصرة ليمون هنحطها دلوقتي. جربوها بس بالسمسم والليمون مش هتستغنوا عنهم خالص في اكلها. زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، جميلة جدا ولونها كويس مش خضرة قوي
والبصلة كانت مقرمشة عليها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. وطبعا بتتقدم بقى ايه مع اي حاجة انت بقى بتحبيها، بس المناسب معاها بتتقدم مع شوية بتنجان مقلي. هنحط معاها كده شوية بتنجان مقلي اهمت بالدقة برضو، وشوية عيش بوري كده محمراهم في الزيت. النص كيلو فول، طلع كمية معانا كويسة كده، طلع 5 اطباق من اللي حضراتكم شايفينه ده. عصرة ليمون بقى على البصارة كده والبتنجان. كانت أكلة حرشة جدا وتغيير طعم الأكل والطبيخ، وأكلة مفيدة. ونعرف ولادنا لو انت مش بتعمليها اعمليها، دي سهلة جدا واقتصادية. ودي حبايبك بقى، اعملي ودي حبايبك وجيرانك في العمارة، ادي أختك، ادي بنتك المتجوزة. دي كلها حاجات حلوة. ويا رب يكون الفيديو سهل وبسيط عليكم ويكون عجبكم. وجربيها، اوعي تاكليها من غير ما تعصري عليها عصرة الليمون، واوعي تاكلي صوابعك قبل ما تحطي لي اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.